أيها الإخوة الكرام، نحن على وشك أن ندخل في ثاني أكبر عبادة في الإسلام، إنها عبادة الصيام. ولكن إذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات معللة بمصالح الخلق، فما المصلحة التي نتوخاها من صيام هذا الشهر؟ لأن الله عز وجل حينما قال: خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه، فكأن الله يحثنا على أن نفهم حكمة الصيام من أجل أن نراقب أنفسنا. هل نحن على الطريق الصحيح؟ هل نصوم الصيام الذي أراده الله؟ أحياناً مع تقدم الأيام يصبح الصيام عادة من عوائدنا وينفصل عن التدين، سهرات مختلطة إلى الفجر، وما لذ وطاب من الطعام، وحديث غير منضبط في غيبة ونميمة، وهو من عاداتنا لقاءاتنا كلها، سهراتنا كلها، ولأمنا كلها في رمضان، وكأن هذا الشهر شهر أكل وشرب فقط ليس غير. فحينما نبتعد عن جوهر الدين وعن حقيقة الدين تصبح عباداتنا شكلية مفرغة من مضمونها. يا ترى السؤال الكبير: حينما أمرني الله جل جلاله أن أصوم هذا الشهر ماذا أراد؟ ما الحكمة المتوخاة من صيام هذا الشهر؟ القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون في شهوات وفي شبهات، مطروح بالساحة أفكار لا تنتهي كلها ضلالات، في فكر إلحادي، في فكر مادي، في فكر وصولي، في فكر تبريري. الطروحات في العالم الآن ما أكثرها، وهي في أكثرها بعيدة عن منهج الله. فالحكمة من الصيام أن أتقي الشبهات باليقينيات، أن أتقي الشرك بالتوحيد، أن أتقي المعصية بالطاعة، أن أتقي سوء الظن بالله بمعرفة الله. لعلكم تتقون. الإنسان يتقي من أي شيء؟ من شيء مخيف، من شيء خطر، من شيء مدمر. فيا أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون الشبهات باليقينيات، لعلكم تتقون غضب الله برضوانه، لعلكم تتقون المعصية بالطاعة، لعلكم تتقون سوء الظن بالله بحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله ثمن الجنة. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الصلوات الخمس شحنات يومية. أنا لا أبالغ، شبه نفسك تماماً بهذا الهاتف المحمول، يحتاج إلى شحن، فإن لم يشحن تنطفئ الشاشة ويسكت. لا بد من الشحن. في عندك شحن يومي الصلوات الخمس، عندك شحن أسبوعي، شحنة الصلاة تستمر معك إلى الصلاة التي تليها، من صلاة إلى صلاة، لكن شحنة خطبة الجمعة قد تمتد معك إلى يوم الخميس. بحث موثق، نصوص، آيات، أحاديث، أمثلة، قصص، مجموعة أفكار تطرح عليك، هذه تزيد في قناعاتك، تزيد في توجهاتك، تزيد في خشيتك، تزيد في طاعتك لله عز وجل. هذه شحنة أسبوعية.
في عنا شحنة سنوية مدتها 30 يوما، رمضان شحنة، الصلوات شحنة، وخطبة الجمعة شحنة، ورمضان شحنة بس طويلة 30 يوم. أما شحنة الحج فهي شحنة العمر، عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. على كل، أقدم لكم بشارة. يعني واحد تصور عليه 37 مليون وبيته محجوز وعليه إقامة جبرية وعليه محاكمة وفي سجن، يعني بلاء كبير. قال له أحدهم: إن فعلت هذا العمل 30 يوما تعفى من كل هذه الديون. شو قولك؟ بتردد ثانية بالمستوى المادي، 38 مليون، حجوزات، إقامة جبرية، محاكمة، سجن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وقبل أن أقول هذا الحديث، سيدنا سعد له كلمة مهما رددتها لا أشبع منها. يقول: 3 أنا فيهن رجل، يعني بطل. كلمة رجل في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 3 أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. واحد عادي يعني. من هذه ال3 ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، حق. يقول لك النبي الكريم حديثان: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لو عندك ذنوب كالجبال، إذا صمت هذا الشهر صياماً كما أراد الله، صيام طاعات لا مسلسلات، صيام عبادة لا عادة، صيام تقوى لا معصية، صيام إقبال لا إعراض. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حديث آخر: ومن قام رمضان، صلى التراويح إيماناً واحتساباً، لأن بعض العلماء يقول أعلى درجة في تلاوة القرآن أن تقرأه واقفاً في مسجد في أثناء الصلاة. يعني أعلى درجة من ثواب قراءة القرآن أن تقرأه واقفاً وفي مسجد وفي أثناء الصلاة، هذه التراويح. لذلك هذا الشهر شهر القرآن، هذا الشهر شهر الغفران، هذا الشهر شهر التوبة، هذا الشهر شهر الصلح مع الله، هذا الشهر شهر الإقبال على الله، هذا الشهر شهر قيام الليل، هذا الشهر شهر صلاة الفجر. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، الصيام عبادة الإخلاص. أحياناً الإنسان يشك بإخلاصه، لكن إذا كان صائم، والصوم كهذه الأيام في الأيام الحارة والحرارة 44 أو 45 والساعة 12 يكاد يموت من العطش، ودخل لبيته والثلاجة جاهزة والماء البارد جاهز ولا أحد يراه،
ما الذي يمنعه أن يضع قطرة ماء في فمه؟ إيمانه بالله. كأن الله حينما تصوم يقول لك أنت تحبني وأنت مؤمن بي وبعلمي وبوجودي. ما الذي يمنعك؟ الثلاجة أمامك والماء البارد أمامك وأنت وحدك في البيت والنوافذ كلها مغلقة. ضع كأس ماء في فمك، لا تستطيع. لذلك قالوا الصيام عبادة الإخلاص. أقرب لكم هذا المعنى. يعني الأب إذا أمر ابنه أن ينظف أسنانه لصالح الابن والأمر واضح، أمره أن يكتب وظائفه، الأمر واضح لصالح الابن. قد يلقي الأب على ابنه مئات التوجيهات كلها لصالح الابن واضحة، لكن لو أن الابن جائع جدا والطعام موضوع على الطاولة والطعام نفيس جدا والأب قال ابنه لا تأكل، مو واضحة هي. أكل والده والطعام حلال، هو ابنه وجائع، لا تأكل. قال له حاضر. شو هالابن هذا؟ ليش ما أكل؟ هذا الابن له ثقة بوالده مطلقة. فالله نهاك عن الزنا طبعا وعن الخمر وعن السرقة وعن الكذب، لكن قال لك لا تأكل، لا تشرب ماء 18 ساعة من دون ماء، ولا تأكل لقمة، سمعا وطاعة. لذلك قالوا الصيام عبادة الإخلاص. معك دليل قطعي على أنك مؤمن بالله، وعلى أنك تخاف الله، وعلى أنك تعلم علم اليقين أن الله يراك ولو كنت وحدك في البيت. الصيام عبادة الإخلاص، لأنه منعك من المباحات. لكن بقى في مشكلة كبيرة، إذا كان الله عز وجل منعك من المباحات في رمضان، فلأن تمتنع من المحرمات من باب أولى. منعك أن تأكل، منعك أن تشرب، هل يعقل أن تدع الطعام والشراب من أجل ربك وتكذب وتغتاب وتحتال؟ مستحيل. يعني أعطاك حالة صعبة جدا، شيء مباح طبيعي، العالم كله يأكل ويشرب، أنت كمسلم وفي أيام الصيف ممنوع أن تأكل وأن تشرب. فإذا خضعت لأمر الله في منع المباحات، هل يعقل ألا تخضع له في المعاصي والآثام؟ مستحيل، مستحيل وألف وألف مستحيل. لذلك الصيام يقوي إرادة طاعة الله عز وجل. تركت المباحات، فلأن تمتنع عن المحرمات من باب أولى. وهذا معنى قول النبي الكريم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة: كل عمل ابن آدم له، الصلاة له، والحج له، والصدق له، والأمانة له، والطاعة له، والاستقامة له. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم خضوع لمشيئة الله. أخواننا الكرام، يعني من البديهيات التي ينبغي أن تكون على مدى العام، لكن في رمضان تتضح قيمتها: غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن أنت جالس في البيت والغرفة مظلمة، أمامك بناء آخر وفي شرفة، والجارة خرجت بثياب متبذلة. إذا ملأت عينك من محاسنها، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة؟ مستحيل. الله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله وحده يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الإخوة، الملخص أن رمضان دورة مكثفة يمكن أن تنتهي بالعتق من النار، بل تنتهي بمغفرة كل الذنوب والآثام، بل تنتهي برضوان الله تعالى، على أن يكون صياماً لا عادة من عوائدنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.